وبعدين بيخليك بقى ايه؟ هتفضل تسقط، هيفضل الابتلاء يزيد عليك. بمعنى، خلينا نقرب. انت النهارده قاعد وبتذاكر مع ابنك وعمالين تتكلموا مع بعض، فانت بتقول له يعني بابا مش فاهم يا بابا، اشرح لي تاني. فبتشرح له، شرحت له مره واثنين وثلاثه، وبعدين بدات صوتك يعلى، ما هو ابنك مش فاهم. فانا بدا ايه؟ يصعد، بدات تصعد وانت بتشرح. بعد كده فاضطريت بقى ايه؟ ان انت تقوم ضربه قلم، مش فاهم. هعمل له ايه؟ وانا عايزه يفهم. انا من مصلحتي ان ابني يبقى فاهم، لان انا خايف عليه وبحبه. طيب، انسوا بقى الفقره دي. ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل عليك الابتلاء بيبقى زي كده ايه؟ قرصة ودن، شدة ودن، شخطة، زعيقة. يعني اللي هو ايه؟ فوق، قوم، تعالالي. طيب انت ما استوعبتش الفكرة، يفضل الابتلاء يشتد عليك. ده بغض النظر بقى عن يعني صعوبة الابتلاء. ان الفكرة ان بيفضل استمرارية، يفضل مستمر. بفضل انا خارجة من ابتلاء لابتلاء لابتلاء، كفانا الله، يعني ربنا يكفينا الشر. لغاية اما لا، لازم اقف بقى، اعمل وقفة. هو في ايه اللي بيحصل ده؟ ايه كل المصايب اللي عمالة؟ مش في ناس كده بتلاقي نفسها مرة واحدة كده، ايه ده؟ ايه المصايب دي كلها؟ انا مش فاهم. هو ماذا يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد لي ايه؟ او ايه اللي يريده مني؟ انا مش عارفه. لا، هو يلا قوم صلي، قرب، انا بحبك، انا ببتليك فبحبك، فعايزك تفوق فتقرب لي. يعني بالبساطه دي يا جماعه، هو يعني ماذا يفعل الله بعذابكم؟ ربنا هيعمل ايه بعذابنا؟ يعني انت قول لي، اله عظيم عنده هذا الملك، عنده ملائكة بيسبحوه 24 ساعة، لا هو محتاج لك ولا هو عايزك. ليه هيعذبني ليه؟ وبالعكس، ده هو يعني بيحبك واحنا بس اللي فاهمين رسائل ربنا غلط. يبقى احنا اتفقنا ان الامتحان بيبقى على قدر الايمان، وفهمنا ليه. اتفقنا ان الانسان اللي ما بينجحش في الامتحان بيفضل الابتلاءات تزيد لغايه اما تيجي تعمل انت واقفه مع نفسك وتراجع نفسك. انا غلطت في ايه؟ انا عملت ايه؟ هو انا ليه بيحصل لي كده؟ هو يعني اراد بيك خير، يفوقك. طيب في بقى حاله جميله جدا، وهي الخضوع. تخضع. يا رب ده الابتلاء. الله، تفهم، يبقى عندك ذكاء، تبقى قاعد مستني الابتلاء. ما انا فهمتك ان انت جاي في الدنيا عشان تبتلى. انت خلاص يعني دلوقتي المبدأ نفسه عندك، انا صاحب ابتلاء، انا راجل مبتلى، هو دي طبيعة الحياة اللي انا عايشها واللي انا جيت لها. انا ببقى محضر. يعني انت لو عندك امتحان بتذاكر، صح؟ ذاكر، بتذاكر. طب هذاكر ازاي؟ ارضى، ما تذمرش. اوقات سبحان الله، يعني الناس اللي ابتلاءات بتعدي عليها كده، والله العظيم عارفين انتوا يعني رقيقة ولطيف، يعني ويبقى لطف ربنا فيها اقسم بالله عجيب، والله العظيم. ودي حاجات انا شفتها بعيني، يبقى ربنا منزل الابتلاء واللطف قبليه، شيء لا يصدقه عقل. وعندي حكايات، ممكن احكي حكايات كتيرة جدا، بس